السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، يا رب تكونوا في صحة وأحسن حال. معكم ياسر حمد الله من قناة تي في مع حلقة جديدة وفيديو جديد وشرح جديد على قناة تي في. حلقة النهاردة وشرح النهاردة هتكون عن تنزيل قناة الكرامة نيوز على القمر المصري نايل سات. القناة موجودة بالفعل على القمر المصري نايل سات على التردد الخاص بها وهو 11958. يلا بينا مع بعض نبدأ تنزيل القناة ونتعلم ونشوف ازاي نعمل اضافة للتردد لو مش موجود في قائمة الترددات. يلا نبدأ على بركة الله. من الريموت كنترول تضغط زر القائمة الرئيسية منيو وتختار امر التركيب او علامة التركيب وتضغط اوكي. من قائمة التركيب تنزل على قائمة الترددات وتضغط اوكي. من قائمة الترددات دي هتدور على التردد الخاص بالقناة وهو 11958. التردد لو موجود عندك عادي ما فيش مشاكل، لو مش موجود عندك تضغط على الزر الأخضر لإضافة تردد جديد. أول ما تضغط على الزر الأخضر تكتب التردد هتظهر معاك القائمة زي كده، تكتب التردد وهو 11958 تردد القناة 11958. تنزل على القطبية تخليها حرف الاتش أو أفقي. معدل الترميز تكتب 27500 وتضغط اوكي. كده احنا عملنا اضافة وحفظ للتردد. تضغط اوكي تاني على التردد هتظهر معاك علامة صح. اول ما تضغط اوكي وتظهر علامة الصح تضغط على الزر الازرق للبحث عن القنوات. اول ما تضغط على الزر الازرق هتظهر معاك قائمة البحث زي كده. من القائمة دي تخليها قنوات، عفوا من القائمة دي هتروح على قنوات مجانية فقط وتخليها نعم. قنوات تلفزيون وراديو انا هخليها تي في. بحث الشبكة او بحث النت تخليه مغلق او لا، وتنزل على كلمة بحث وتضغط اوكي. كده بدأ الرسيفر يبحث عن جميع القنوات الموجودة على التردد، واول ما يخلص بحث هيقول لك هل تريد الحفظ. تنزل على كلمة حسنا او كلمة نعم وتضغط اوكي. كده احنا عملنا بحث وحفظ لجميع القنوات الموجودة على التردد. نطلع من القائمة ونشوف القناة نزلت ولا لا. قناة الكرامة نيوز على القمر المصري نايل سات. قناة الكرامة نيوز هذه القناة نزلت بدون أي مشاكل على التردد الخاص بها على القمر المصري نايل سات على تردد 11958 على 27500 حرف الاتش أو أفقي. وبكده يكون موضوع النهاردة خلص وشرح النهاردة خلص. انتظرونا بكل ما هو حصري وجديد على قناتكم على اليوتيوب قناة تي في. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.